مصطفى عبدين بيسأل دلوقتي: أنا اشتريت عربية بتوكيل بيع، في لوحة من اللوحتين وقعت مني، فإيه المتبع؟ فبنقول أول حاجة بتعملها بتاخد بيانات للشهر العقاري، وبالتوكيل اللي معاك بتعمل عقد مسجل. معاك العقد المسجل تطلع على اسم الشرطة، بتعمل مذكرة فقد اللوحة اللي وقعت، ومن نيابة المرور أو البريد بتطلع شهادة مخالفات. معاك الرخصة القديمة، معاك توكيل البيع، معاك العقد المسجل، معاك النمرة اللي فاضلة مذكرة فقد بالنمرة التانية. بتروح المرور بتاعك لو انت نفس الوحدة بتفحص وترخص على طول، وتسلم النمرة وتاخد نمرة جديدة أو نمرتين جداد ورخصة تسيير جديدة لنهاية المدة المسدد عنها الضريبة. الرخصة فاضل فيها سنتين، باخد سنتين بس بالرقم الجديد اللي هصرفه من المرور. طيب شارب توكيل وعملت العقد المسجل والمخالفات مذكرة الفقد، بس أنا مرور تاني في محافظة تانية غير محافظة الترخيص. في الحالة ديت بتروح المرور القديم اللي فيه ملف العربية أو الموتوسيكل، تسلم فات، تسلم صورة من العقد المسجل وصورة من التوكيل. الرخصة طبعا القديمة سارية لسه ما انتهتش، تسلم اللوحة اللي موجودة ومذكرة فقد باللوحة التانية اللي وقعت، وتاخد حاجة اسمها شهادة بيانات لنقل القيد للمرور بتاعك. في المرور بتاعك بتفحص وترخص باسمك. طيب أنا دلوقتي عاوز أعمل الإجراءات دي كلها، بس ما تنيش رايح وجاي المرور القديم عشان المطابقة والكلام ده كله. فإيه اللي أعمله؟ زي ما بنقول، عملت العقد المسجل، معاك شهادة المخالفات، معاك الرخصة القديمة، بتروح المرور بتاعك ترفع البصمة وتاخد على ظهر ونقل الفحص الأزرق مطابقة للمرور القديم. يعني إيه مطابقة؟ يعني المهندس الفني بيطابق البصمات اللي اترفعت في مرورك الحالي الجديد على البصمات اللي موجودة في ملف العربية القديم. طيب أخدت جواب المطابقة ورحت المرور الجديد، هعمل هناك إيه؟ زي ما قلنا، هتسلم صورة من العقد المسجل، وهتسلم مذكرة فقد النمرة اللي وقعت، وصورة من التوكيل، والنمرة اللي موجودة دلوقتي، وتطلب من الموظف وانت بتعمل المطابقة انه يعمل لك شهادة بيانات لنقل القيد. بياخد منك الحاجات اللي قلنا عليها ديت، ويكتب لك في شهادة بيانات نقل القيد ايه؟ لا يطالب بشهادة المخالفات او براءة الذمة، لا يطالب باللوحات المعدنية لانك هتسلم اللوحة اللي موجودة، واللوحة الثانية بمذكرة الفقد، ويطالب برخصة تسيير لأن رخصة سارية فيها لسه سنتين، ويطالب بأوراق نقل الملكية أو سندات نقل الملكية، لا العقد المسجل والتوكيل اللي معاك. خلصت بيانات نقل القيد، المهندس الفني يطبق لك البصمات، بترجع المرور بتاعك بشهادة بيانات نقل القيد ورخصة تسيير والعقد المسجل والتوكيل، وتكمل إجراءات الفحص عشان تاخد الصلاحية الفنية وتاخد رخصة ونمرتين من المرور بتاعك. ليه انت بقى بدفع ضريبه جديده؟ لا، بتدفع ثمن الرخصه واللوحات المعدنيه فقط، لان انت جايب رخصه ساريه فيها سنتين لسه.